بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، ويا رب كده تكونوا بخير. انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم اكله خفيفه كده. هنعمل مع بعض طاجن كوسه بالفراخ في الفرن، وهنعمل رز مفلفل. طبعا انا مش عايزه اقول لكم بقى على فوائد الكوسه مفيده جدا ومغذيه لعضله القلب، وانا بحبها بكل انواعها. انا عملتها معاكم محاشي، والنهارده هقدمها طبعا في صوص صلصه كده مع فراخ. وطبعا انا ان شاء الله مره تانية بقى هعملها بالبشاميل، وهنعملها بصوص الزبادي طبعا. فشوفوا مع بعض بقى الطريقه كده ونقول كده هنعمل ايه. شفتوا جميله جدا يعني. واللي بيحب الكوسه بقى يعني ايه يجمع معايا بقى. في ناس ما بتحبش الكوسه، بس الكوسه لذيذه جدا يعني. هنشوف مع بعض دلوقتي الطريقة. طبعا انا معايا الفراخ هحطها في محلول النقع زي ما انتم شايفين، وهغسلها كويس جدا جدا. وهحضر بقى مجموعة من التوابل، عبارة عن زعتر وتوابل فراخ، ومعانا كزبرة ناشفة وفلفل اسمر، ومعانا معلقة من القرفة ومعلقة صغيرة قوي من الكمون، يعني طرف المعلقة كده كمون مش كتير. وطبعا ايه هنقلب التوابل الجميلة دي مع الفراخ، وهنسيبها بقى ايه تتبل شوية كده على جنب، عقبال بقى ما نقطع الكوسة بتاعتنا. طبعا انا منقيه الكوسة كده زي ما انتوا شايفين، هي جميلة جدا ورخيصة جدا اليومين دولا. الحقوا بقى هاتوا خزنوا منها على قد ما تقدروا، تبقى حلوة جدا في شوربة الخضار برضو. طبعا انا حضرت سكينة مشرشرة زي ما انتوا شايفين كده، او مقوار او اي قطاعة، وبقطعها بالورب كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا غسلتها الاول من اي رملة ونضفتها جدا يعني. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده هنكحتها بقى بالسكينة المشرشرة. طبعا الكوسة يعني مغذية جدا مفيدة جدا، يعني احنا بنعملها بطرق مختلفة، وبصراحة انا بحبها بكل الطرق يعني. طبعا ولادنا بقى المبتدئات كده يعني ايه عايزين بقى نقول لهم دلوقتي. طبعا مش هتعرف تقطعها مثلا كده بالسكينة، ممكن بتقطعها يعني تقطعها على الرخامة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هوريكم دلوقتي. اللي مش بيعرف يقطعها كده يقطعها على الرخامة عادي، برضو بالورب كده. بص هوريكم اهو بالورب كده. تمام. بتبقى لذيذة كده وشكلها حلو يعني. وبقول لولادي كده الصغيرين، بناتي الصغيرين يحبوا المطبخ يعني. لازم عشان نطلع اكل حلو لازم نحب الاكل، يعني نحب ان احنا نطبخ وندخل المطبخ. الاكل بيطلع نفسك بتبقى حلو، بيبقى نفسك حلو في الاكل. فياريت كلنا كده ايه نحب المطبخ عشان نطلع اكلنا جميل يعني. وكل ما انتي يعني يعني هتطلعي اكلك يعني، هتحبي الشيء اللي بتعمليه هتطلعي الحاجة ممتازة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا انا ضفت معلقتين من السمنة، وهبتدي بقى اشوح الفراخ بعد ما اتبلت زي ما انتوا شايفين كده. هشوحها كويس. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين كده يا دوبك ايه تشمع معايا كده بالتشويح حلو، ونروح ايه نقلنا في طبق تاني. وبعدين مكانها كده مكان السمنه بتاعها والصوص الجميل ده هننزل بقى ايه ببصل مفروم زي ما انتوا شايفين كده، وفصين من الثوم. وهبتدي ادبلهم كده بسيط. ادي جبت فصين من الثوم اهو، وهنزل بقى ايه بالكوسه بتاعتنا الجميله، وهديها تشويحه كده جميله.
زي ما انتوا شايفين كده. هنشوح بقى شوية في الكوسة كده، جميلة جدا ولونها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم انا بعشق اي حاجه خضراء، بحب اي حاجه خضراء. وطبعا هنضيف بقى معلقه من الفلفل الاسمر، وهننزل بالطماطم بتاعتنا الجميله، وهنضيف برضو ايه معلقه من الصلصه. وطبعا بقى هنقلب كده. وعايزه اقول لكم انا ضفت معلقه من السكر عشان نعدل الحموضه. طبعا هسيبها تغلي غلوه، وبعد ما غليت غلوه بالطماطم طبعا بقى هنحضر الطاجن بتاعنا، وهننزل بقى ايه بالكوسه بتاعتنا الجميله دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا نفرشها كده في الطاجن، وهنسيب شويه من الصوص بتاعها هنحطه على ايه على الفراخ. هي ما استوتش، هي دوبك غلوت غلوه مع الصلصه يعني مع الطماطم. طبعا معانا شويه صوص بقى مفيدين منها كده، هنحطهم على وش الفراخ عشان ايه يحمرها كده وتبقى جميله في الفرن. طبعا هندخلها الفرن بقى ونتبع التسويه بتاعتها، وهنغطيها طبعا زي ما انتوا شايفين كده. حاطين الفراخ بتاعتنا، وبعدين هننزل بقى ايه بصوص الطماطم بتاعنا. عايزه اقول لكم التتبيله اللي انا عملتها للفراخ طلعتها تحفه يعني، ما شاء الله يعني. هغطيها بقى وهدخلها ايه الفرن، وهنبتدي بقى نعمل الرز المفلفل. وعشان الرز يبقى مفلفل وحلو لازم نضيف مع معلقتين السمنه، بنسيب نضيف معاهم معلقتين الزيت. الزيت هو اللي بيخلي الرز مفلفل وجميل. وفي تكايه تاني هقول لكم عليها دلوقتي بتطلع الرز مفلفل وحلو. طبعا حمرنا الشعريه زي ما انتم شايفين، ونزلنا بالرز بتاعنا يكون ناشف تماما مفيهوش ميه خالص. ونبتدي بقى ان احنا نقلب كويس، نشوح بقى الشعرية مع الرز لحد ما يعني ايه الشعرية تسخن معانا. ودي التكاية بقى اللي بتخلي الرز حلو جدا ومفلفل. لازم الرز يسخن تماما، يبقى بيلسع في ايدينا زي ما انتوا شايفين بوريكم كده. نمسكه على طرف المعلقة نلاقيه بيلسع معانا، يبقى كده الرز اتشوح تشويحة تمام. وبعدين هننزل بقى بالمية السخنة بتاعتنا، ندي المعيار بتاعنا. ولازم يكون الرز ارتفاع المية فوقيه حوالي سنتي بس، ويا دوبك الرز يغلي غلوة واحدة، وهنبتدي نوطي بقى عليه خالص يعني. طبعا ضفت معلقة الملح، وزي ما بقول لكم بقى هغطي عليه، واول ما يغلي غلوة هنهدي النار خالص ونسيبه بقى يستوي على مهله. بصوا بقول لكم مفلفل جدا وجميل ما شاء الله. وكده اكلتنا بقى خلصت معاكم. شوفوا الفراخ طالعه تحفه لونها جميل جدا. طبعا بقى مع الكوسه يعني حاجه يعني، الصوص بتاعها نازل على الكوسه كده مخليها ايه روعه يعني. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، اوعوا يا حبايبي تنسوا اللايك. بصوا الفراخ جميله تحفه ما شاء الله، والكوسه مستويه كده في الصوص وجميله جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.